حكاية فيلمنا النهاردة عن أخين بيحاولوا يثبتوا نجاحهم وسط عيلتهم، وبعد مغامرات كتيرة مروا بيها الأخين قدروا يثبتوا نفسهم ويكونوا مشهورين وناجحين في المدينة كلها. أهلا بيكم يا أصحابي في فيلم كرتون جديد على قناة الخلاصة موفي. بيبدأ فيلمنا بجيش المدينة المظلمة واللي طلب الملك بتاعهم باوزر اللي معروف بجبروته في المنطقة من جيش البطاريق إنهم يفتحوا البوابة واللي هيقضي عليهم. فالبطاريق فتحوا البوابة وبعدها أخدوا شوية تلج وبدأوا يحدفوهم بيه، وراح ملك البطاريق وقال لهم دي أقل حاجة في عصبيتنا واللي يخاف يروح. وبعدها باوزر مات على نفسه من الضحك وبدأ يخرب في مدينتهم لحد ما وصل النجمة الخارقة اللي هتخلي القوة بتاعته ما تخلصش. وفي الوقت ده كان ماريو وأخوه لوي بيشوفوا إعلان شركتهم الصغيرة على التلفزيون، وكانوا شايفين إنهم خلاص في طريقهم للمجد، لدرجة ان لوي كان شايف انه فيلم سينما مش مجرد اعلان. وفي عز احلامهم الوردية جه سبايك وقال لهم لو حد اتصل بشركتكم ابقوا تعالوا قابلوني. فلوي قال له لا ماما اتصلت تهنينا. فضحك سبايك باستهزاء وقال له انه بيتمنى له حظ سعيد رغم غبائه. وبعدها على طول واحده ست اتصلت بيهم عشان يصلحوا حنفيه بيتها، وكانوا مبسوطين جدا ان في حد طلبهم للشغل، وبداوا يستعدوا في اسرع وقت. ولكن عشان حظهم الفقري العربيه بتاعتهم عطلت، فبداوا يجروا في الشارع والطرق برضو كانت مقفوله لحد ما قدروا يوصلوا الحمد لله في ميعادهم. والست رحبت بيهم وقالت لهم ان الكلب بتاعها شكله حبهم، بس لوي يا عين امه داس على العظمه بتاعه الكلب من غير ما يقصد وهو باين عليه الخوف. المهم لقوا العطل بسيط ومش مستاهل الضجه دي كلها فصلحوه. المهم بقى وهم مروحين الكلب كان مراقبهم عشان زعلان على العظمه بتاعته، هجم عليهم وكانوا بيحاولوا يصدوه لحد ما المكان بقى محتاج يترمم من اول وجديد. بس عشان ماريو ما كانش متعود يستسلم بسهوله قدر يرجع كل حاجه زي ما كانت، واخد اخوه بعدها وطياره على البيت. ولما رجعوا على البيت كانت والدته مجهزة العشاء اللي هو مكرونة بالمشروم، وماريو ما بيحبش الأكلة دي فقال لها إنه ما بيحبهاش، فزيها زي أي أم عادية قالت له أنت دقته؟ لما تدوقه بقى اتكلم. فسألهم وهو فرحان لو شافوا الإعلان بتاعه، بس اتريقوا عليه عشان بيجري ورا حلم ما يعرفش هينجح ولا لأ. فزعل ماريو جدا ودخل اوضته ودخل لوي وراه عشان يقوله ما يزعلش وانه مش متضايق من الشغل معاه. وهم بيتفرجوا على التلفزيون لقوا قناه الاخبار بتقول ان انبوبه الميه الرئيسيه في المدينه انفجرت ومحدش قادر يصلحها. فماريو وشه نور وقال للوي دي فرصتنا عشان ننقذ المدينه، وراحوا مكان الانفجار. وذكاء ماريو خلاه يعرف مكان الانفجار بالظبط ونزل تحت الارض عشان يصلح الانبوبه، بس للاسف من حظه القليل قبل ما يوصل لها كانت اتكسرت خالص. وحاول يدور على طريقه تانية عشان يصلحها بيها ولقى مكان كله انابيب، وقال للوي واضح ان محدش جه هنا من سنين، بس لوي ما ردش. فماريو قعد يدور عليه ولاحظ انه اختفى في انبوبه، وقبل ما يشغل دماغه اتسحب هو كمان وطلع من الانبوبه على مكان شبه الفضاء، وكان منبهر باللي بيشوفه بس ما كانش فاهم هو وصل هنا ازاي، لحد ما لقى اخوه بيطير جنبه وبيتسحب زيه، وحاول يمسك فيه عشان يطمنه، بس عشان المغامره وكده كل واحد فيهم دخل في انبوبه مختلفه. فماريو خرج من الانبوبه على مكان جميل بس كله عباره عن مشروم، وما كانش مصدق اللي فيه وحس ان الحياه بتحاربه، واكيد ده حلم انه بيحلم لحد ما طلع له مشروب صغير وكان اسمه تود. فساله لو شاف حد بمواصفات اخوه عشان دخل من انبوبه تانية، فقال له يا حرام ده كده نزل في المدينه المظلمه اللي بيحكمها باوزر، بس حلك عندي. واخده عند اميره المدينه عشان تساعده يوصل لاخوه. وبعدها بنشوف لوي وهو في المدينه المظلمه خايف بعد ما شاف كائنات غريبه بتجري وراه وحاول يهرب منها لحد ما استخبى في قصر مهجور. وعند ماريو وتود وصلوا عند قصر الاميره، وتود حاول يشد انتباه الحراس عشان ماريو يدخل للاميره، والاميره شافته وهو بيتسحب وما كانتش مصدقه ان في بشر غيرها في المدينه بعد ما كانت بدات تنسى انها بني ادمه اصلا. وحكى لها ماريو ان اخوه عند باوزر، قالت له يا ساتر يا رب، وعرفته انها هتاخده معاه بس لو قدر يثبت قوته في الاختبارات. وعشان المدينه كلها كانت عباره عن مشروم فهي نصحته ياكل منه عشان يبقى عنده طاقه. فقال لها متاكده مفيش اكله تانية؟ قالت له كل وانت ساكت. وبعد فشله كذا مره في الاختبار وبعد ما الاميره بدات تفقد الامل فيه قدر يوصل للمرحله اللي قبل الاخيره، فاتبسطت بيه جدا وحست انها تقدر تعتمد عليه في خطتها اللي كانت عباره انها تطلب مساعده حد من الملوك عشان يحارب معاها باوزر، لان المشروم لطاف خالص مش هيعرفوا يحاربوا لوحدهم. ووقتها كان باوزر بيحتفل مع جيشه بقوته الابديه ووعدهم انهم هيدخلوا مملكه المشروم ويعيشوا فيها، وقال لهم مش كده وبس، ده كمان هيطلب من الاميره تتجوزوا ويحكموا العالم سوا. قام جندي من الجنود قال له طب لو رفضت؟ قال له سهله هدمر المملكه بتاعتها. وفي نفس الوقت وقفت الاميره تشجع اهل مملكتها وفهمتهم ان
بمساعدة جيش كونج هيقدروا يتغلبوا على جيش المدينة المظلمة. قاطعها حد من التود وسألها عن ماريو، قالت لهم لا ده مش مهم. وهناك عند باوزر النائب بتاعه جاب له خبر ان في بشري في مملكة المشروم، فسأله لو ممكن يتجوز الأميرة. النائب قال له بص في المراية مفيش داعي تقلق من ده. وفي طريق المدينة المظلمة قبضوا على لوي وبعتوه لباوزر، ولما عرف ان اخوه هو اللي في مدينة المشروم قال انه يقدر يعمل اي حاجة طالما اخوه رهينة عنده. ووقتها اخدت الأميرة ماريو تود عشان تقنع الملك كونج يحارب معاها بجيشه. ولما رفض ماريو قال له جيشك هيجي معانا، فالملك قال له ما عنديش مشكله بس تهزم ابني. ودخلوا ساحه القتال، ولما شاف ابنه كان عايز يتمنى اخر امنيه، بس كونج كان سايب شويه صناديق لماريو يا اما يطلع فيها حظه حلو يا اما لا. فماريو قدر يكسر صناديق كتير لحد ما وصل للقوه المناسبه ليه وغلب ابن كونج. ووقتها قرر كونج انه مستعد للحرب، واداهم حبه عربيات كده عشان يقدروا يحاربوا بيها من طريق سري، او يعني هو كان فاكر انه سري. وعلشان هو سري جدا جزء من جيش باوزر هجم عليهم في الطريق وبدأوا يحاربوهم بالعربيات. والأميرة كانت شجاعة قدرت تغلب كتير منهم هي وماريو، بس كبير الجيوش حول نفسه لصدفة زرقاء وقسم الجسر عشان يختفي ماريو من طريقهم ويتوه. ووقتها فكر باوزر ان ماريو كده انتهى. المهم رجعت الأميرة القصر وهي حزينة عشان خسرت الجيش وخسرت ماريو، وقالت للسكان يا دوبك تلحقوا تروحوا الغابة وتسيبوا المدينة عشان باوزر في الطريق. وقالت لتود يهرب معاهم بس رفض وقال انه مش هيسمح ان حد يأذي الأميرة. ووصل باوزر للمملكة وقال لها ان النجمة معاه، فقالت له لو عايز تستخدمها احسن ليك تستخدمها دلوقتي. فقال لها انه سرقها ليهم هما الاتنين عشان يتجوزوا ويحكموا العالم سوا. فالأميرة قالت لهم ده جاي يهزر مش يحارب، ورفضت. فباوزر صمم على كلامه وحاول يأذي تود عشان يخوفها، فقالت له لا بلاش تود، ووافقت عشان ما يأذيش حد من اهل مدينتها. والنائب بتاع باوزر دخل كونج واللي معاه السجن، واللي كان عباره عن قفص متعلق فوق براكين، وقال لهم انهم معزومين على حفل زفاف الملك عشان يعمل منهم مسياخ كفته للمعازيم. ولوي يا عيني كان بيسمع الكلام ده وهو حزين وخايف على اخوه من اللي ممكن يحصل له من باوزر. وفي الوقت ده بتستعد الاميره عشان تطلع حفل الزفاف وهي متردده، بس تود جاب لها حبه ورد وقال لها اكيد مش هخلي الاميره تمشي من غير ورد. وباوزر طلب منهم انهم يجيبوا المساجين عشان يسقيهم في البراكين. ووقتها الاميره خافت وقالت له انا مش على اخر الزمن هتجوز مجرم، واستخدمت الورد عشان تكسب منه قوه واللي كانت تلج، وقدرت انها تجمد باوزر. ووقفت الاله اللي بتنزل المساجين وهي بتحارب جيش باوزر. وساعتها ماريو وديكي كانوا في مكان مجهول، وده خلى ديكي غضبان من ماريو حاسس انه السبب في كل ده. فماريو قال له ان ده مش شعور جديد عليه، هو واخد على الكلام ده لانه دايما بيحسوا ان السبب في حاجات كتير خطر، لحد ما بتجيلهم فكره توديهم مكان الحرب وبينفذوها سوا. بس قبل وصولهم وقعوا عند جيش باوزر وبسرعه استعدوا عشان يهربوا منهم. وهنا بقى بتيجي نتيجه تدريبات الاميره لماريو اللي ما راحتش على الارض في بدايه الفيلم واللي احتاجها ماريو دلوقتي. وبنرجع تاني للأميرة واللي فازت بجزء كبير من الحرب لوحدها لولا ان التلج اللي على الآلة داب والمساجين بدأت تنزل للبركان. ووسط ما المساجين كانت خايفة من انهم خلاص دقيقة وهيختفوا، كيدي نفخ عضلاته وقدر ينقذهم ويرجع الآلة تاني ثابتة. ولوي قلب امه من خوفه عشان هو من زمان فقري وقع من القفص بتاعه، بس قبل ما يقع في البركان كان ماريو بسرعته لحقه في آخر لحظة. ولوي طبعا ما كانش مصدق ان اخوه عايش وقدر يلحقه ويثبت شجاعته زي كل مرة. ونيجي بقى عند باوزر ابو غل اللي كان متضايق جدا لما لقى الناس فخوره بماريو، فقال لهم انا عايزه حي، وامر جيشه انهم يبعتوا صاروخ يهد مملكه المشروم كلها. اما بقى الاميره ولوي وتود كانوا خايفين، بس ماريو كان له راي تاني في مساله الخوف دي، وطار ورا الصاروخ وغير اتجاهه انه يجري وراه هو، وفضل يطير في اماكن بعيده عن المدينه لحد ما وصل للانبوبه اللي كانت سبب في دخوله مملكه المشروم. واول ما جات له الفكره ما ترددش ينفذها وقرب من الانبوبه لحد ما الصاروخ قدر يدخل الانبوبه ينفجر في الفضاء. وماريو وقتها حس ان الدنيا بدات تضحك له، بس يا فرحه ما تمت، لان بيحصل اجواء غريبه في المملكه واللي بترجع ماريو لحجمه الطبيعي وبترجعه لمدينته الاصليه بروكلين اللي كان ناساها اصلا. ويا دوب لسه بيستوعب ان رجع مدينته كان هيخبطوا سبايك بالعربيه، وقبل ما يلحق يهزقه بكلمتين كالعاده ظهر في بروكلين سفينه باوزر ودمرت الشوارع. وماريو وقتها شاف النجمه الخارقه، لكن باوزر كان عايز يلحق يتخلص منه قبل ما يوصل لها، وقال له انت خسرتني الحفله فلازم ادفعك ثمنها، وبدا يضرب فيه لحد ما رماه في محل بيتزا. وهنا ماريو خلاص كان بدا يحس انه مش هيقدر يعمل حاجه شجاعه حقيقيه، وانه كده عمل اللي يقدر عليه. لكن وقتها بيسمع الاعلان اللي كان عامله مع اخوه لوي على تلفزيون المحل، واتكررت في ودنه انهم هنا عشان ينقذوا بروكلين. وقتها حس انه لسه قادر ينقذها، فاخد نفسه وخرج لباوزر اللي كان بيخرب في مدينته وقال له انه يسيب المدينه جميله زي ما كانت والا هيندم. فضحك باوزر وقال له انت ما بتعرفش، انت المفروض تتهزم، وراح عشان يخلص عليه. بس الاميره كانت مؤمنه بقوه ماريو الحقيقيه وان اكيد حد زيه مش هيتهزم بسهوله،
فحدفت له النجمة الخارقة بعيد. بس باوزر ما سكتش وحاول ينفخ النار على ماريو لحد ما اخيرا ظهرت شجاعة لوي وقدر يعمل حاجة صح وصد النار بغطا. فماريو كان مندهش بشجاعة اخوه وقتها. اخوه قال له الجملة اللي كانوا بيرددوها لبعض وهي ان مفيش اي سوء هيمسهم طالما هم سوا، وشد ايده واخدوا النجمة الخارقة وبقوا ابطال حقيقيين وقدروا انهم يكسبوا جيش باوزر كله. وباوزر كان عنده قناعة انه مش هيتغلب بسهولة فحاول يهاجمهم اكتر من مرة لكن كان خلاص اخدوا قوتهم الابدية. واخيرا اتهزم باوزر بعد كل الدمار اللي اتسبب فيه، ولما طلب فرصة تانية ادوله مشروم خلاه ضعيف وحجمه صغير. فالناس ما كانتش مصدقة شجاعة ماريو ولوي ووقفوا كلهم منبهرين وبيسقفوا، حتى سبايك اللي كان شايفهم فشل طول الوقت وبقوا مشهورين في بروكلين كلها. وبس يا اصحابي كده يكون فيلمنا النهارده خلص بعد ما عيلة ماريو قالت له انهم فخورين بيه وانه قدر فعلا يبقى بطل وينقذ مدينته زي ما كان بيقول في الاعلان. سبب وجود الاخين هنا انقاذ بروكلين. وزي ما احنا بقى عشان نحكي لكم وتفتكرونا ونتقابل في كرتون جديد بمغامرة جديدة وحلقة جديدة.